طيب هو زي باقي الجامعات الأهلية كلها، اللي احنا دلوقتي حتى اللي فتح بدري بيدي حاجة اسمها قبول مبدئي، ما بيديش قبول نهائي، لأن لسه الحد الأدنى للجامعات الأهلية والجامعات الخاصة لم يعتمد في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، وبالتالي الايرلي ادميشن أو القبول المبكر مش قبول نهائي. طيب بالنسبة للجامعة الأهلية، جامعة إسماعيلية الجديدة الأهلية، الجامعة عندنا جامعة أهلية حكومية، وبالتالي احنا بنفتح بتمهل شويه، يكون الناس ظهر لها رؤيه واضحه في المرحله الاولى للتنسيق، لان لو فتحت دلوقتي ما انت مش عارفه طب هيقفل في الحكومي على كام، ولا طب اسنان ولا صيدله ولا علوم ولا طب بيطريه ولا هندسه، وبالتالي احنا بندي فرصه للاسر انها تلتقط انفاسها وترتب رغباتها. جايز ابنه يقبل في الحكومي وبالتالي يوفر على نفسه الفلوس بتاعت الايرلي ادميشن في الجامعات الاهليه. طيب احنا بالنسبه لنا كجامعه هنفتح عقب اعلان المرحله الاولى، بحيث الناس تكون رتبت نفسها وعرف هيقدم على ايه ويرتب رغباته بشكل دقيق، بحيث ان ما يحصلوش استنفاذ رغبات في الجامعه الاهليه. بنصح اولياء الامور بالنسبه للقطاع الطبي يقعدوا مع اولادهم شويه، مش لازم عشانه جايب مجموع عالي لازم يخش طب او طب اسنان الى اخره، ويشوف ابنه محتاج ايه، ورغم ذلك اذا كان جايب مجموع هيخش الجامعه اللي هو عايزها والكليه اللي عايزها. كليات الطب السنه اللي فاتت عندنا طب وطب اسنان وصيدله وعلاج طبيعي مجموعه كان عالي، وبالتالي يعني نصيحتي اللي هو جاي مجموع منخفض ما يستنفذش رغباته في رغبه هو عارف انها مش هيتحقق. احنا سنه الطب قافل على 89، طب اسنان تقريبا على 86، اسنان صيدله اقل من كده، علاج طبيعي اقل من كده، وبالتالي اللي حاسس ان مجموعه اقل من كده يبقى ياخد نفسه شويه ويرتب رغباته مع ابنه ويشوف طموحاته ايه. الحاجه الثانيه هندسه، ما عندنا 3 برامج في الجامعه الاهليه، عندنا كليه التجاره الدوليه واللغات في 4 برامج، 2 لغات و2 تجاره. عندنا الصيدله برنامجين، فارم دي وكلينيك، علاج طبيعي موجوده، التمريض موجوده، طب الاسنان موجوده، الطب موجوده، وعلوم الصحيه موجود فيها برنامجين. فبندعو لاولادنا كلهم بالتوفيق، ما يقلقوش خالص، احنا بنفتح وما بنقبلش ايرلي ادميشن بمجاميع منخفضه، احنا بنفتح التنسيق، الناس بتسجل رغباتها وبنقفل الموقع، بنرتب على حسب الاعلى درجات.